نسليهان بطلة مسلسل حب أعمى تواجه خيانة زوجها، والجمهور مفيش أمان لأيمان. شغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية والصور التي انتشرت للممثل التركي قادير أوغلو زوج الفنانة التركية نسليهان أتاغول مع امرأة أخرى مجهولة الهوية، حيث ظهرا في لقطات رومانسية في أحد الأماكن التي كان يسهرون بها، مما أثار موجة من الغضب لدى محبين زوجته النجمة نسليهان التي تصدرت ترند الأنباء لمواقع التواصل الاجتماعي. فما القصة؟ وسط تساؤل الجمهور في خيانة قادير لزوجته نسليهان، وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بالخبر، ليشارك بعض الحسابات خبر خيانة قادير أوغلو لزوجته نسليهان مع فتاة مجهولة تحت عنوان الخيانة. اجتاحت الصور المنصات الاجتماعية وسط تساؤلات حول كيفية تصرف نسليهان مع زوجها، خاصة أنه سبق لها وأكدت أنها تحبه كثيرا وأن سعادتها عندما تكون إلى جانبه. وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الخبر، وكانت العبارات والتعليقات بينهم وخاصة للجمهور من الفتيات أبرزها: لا أمان لأيمان. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. ما علاقة النجم التركي آراس بولوت بخيانة قادير زوج الممثلة التركية نسليهان أتاغول؟ ذكر أيضا أن الممثل آراس بولوت كان حاضرا في الحفل نفسه، وحاول بكل الطرق سحب الفتاة وإبعادها عن قادير، وحذره من ذلك، ولكنه لم يستطع أن يمنع قادير من ذلك. كما قالوا أن هناك العديد من الشهود من الناس الذين صوروا هذه الحادثة يوم أمس الثلاثاء في إحدى الحفلات في الملاهي الليلية التي كان يسهر فيها الممثل قادير زوج الفنانة التركية نسليهان أتاغول والممثل التركي آراس بولوت. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. نسليهان أتاغول تثير الجدل بعد خيانة زوجها قادير أوغلو. ليست المرة الأولى. الفنانة التركية نسليهان أتاغول أصبحت ترند محركات البحث في جوجل ويوتيوب وإنستغرام وفيسبوك خلال الساعات الماضية بعد كشف خيانة زوجها الممثل التركي قادير أوغلو لها، وتسريب لقطات رومانسية تجمعه مع امرأة مجهولة، مما أثار موجة من الغضب لدى محبين زوجته الممثلة التركية نسليهان. ولم يكن هذا الخلاف الأول الذي جمع بين الثنائي، حيث مرت علاقتهم العاطفية بالعديد من الخلافات، وفي عام 2018 حدث خلاف كبير بينهما بعد مرور عام ونصف على زفافهما بسبب تأخر الأخير الدائم عن المنزل واعتيادها على العودة إلى المنزل في أوقات متأخرة جدا بعد اللهو مع أصدقائه. ولكن قام قادر بالتصالح مع زوجته نسليهان بعدما اشتاق إليها ولم يتحمل البعد عنها، وذلك حسب ما جاء في مواقع التواصل الاجتماعي. واشترى قادير أوغلو 200 وردة ووضعها في البلكونة الخاصة بالفيلا التي يسكن فيها مع زوجته نسليهان أتاغول. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر خيانة قادير أوغلو لزوجته نسليهان، وتداولت المواقع التركية صورا لقادير مع فتاة مجهولة، واحتجت السوشيال ميديا بالتعليقات والعبارات الغاضبة على خيانة قادير للفنانة التركية نسليهان. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.